السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن بالبصله الخضاريه. كيجي رائع بزاف، كيجي زوين، فنتمنى تجربوه، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكونات عندي هنايا 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي هو الدقيق الفورس، كاس ديال الدقيق الفينو اللي هو السميد الرقيق، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره ديال العجين، ملعقه ديال السكر سنيده اولا ملعقه ديال العسل. وغادي نديرو الماء دافي باش غادي نعجنو العجين ديالنا. كنضيفوا الماء شويه بشويه وحنا كنعجنوه حتى كنحصلوا على العجينه ديال المسمن اللي ما كتكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش رطبه بزاف. غادي ندلكوها تقريبا واحد 2 دقائق ولا 3 ديال الدقائق، وغادي نديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه بين ما نوجدوا الحشوه ديالنا. وهنا عندي البصله الخضاريه اللي غسلتها نقيتها مزيان وغادي نطحنوها في الهشوار. هذا المسمن كيجي لذيذ بهاد البصله هذه، كيجي رائع. وصافي غادي نقطعوا البصله ديالنا وغادي نديروها في الهشوار وغادي نطحنوها مزيان. وهنا راه طحنت البصله ديالي، درت ليها بحال هكايا، طحنتها مزيان. وغادي نضيف ليها شويه ديال الكفته، غادي ندير شويه ديال الزيت، زيت الزيتون ولا الزيت النباتي بحال بحال. هنا راني بدلت مازال هاد المقله، لاني درتها في المقله جاتني صغيره شويه فدرت المقله شويه كبيره. صافي هنا درت البصله ديالي مع الكفته وكنشحرهم فوق البوطه، كنجهدوا عليها البوطه باش ما يطلقوش لداك الماء وباش ينشفوا من داك الماء اللي فيهم. صافي زدت لهم شويه ديال 3 المعالق تقريبا ديال الشحمه، وزدت العطريه اللي هي الخرقوم، التحميره، البزار وسكنجبير وشويه ديال الملحه. صافي كنشحروا الحشوه ديالنا مزيان، كنزيدوا معها شويه ديال الهريسه اختياريه، اللي ما بغاش ما يديرهاش، الهريسه اللي هو الحار. صافي كنخلطوا الحشوه ديالنا حتى كتنشف لينا من داك الماء، تيبقى عا الزيت وتنطفيو عليها النار تنخليوها باش تبرد. هنا العجين ديالي من بعد ما ارتاح تقريبا واحد 20 دقيقه بعد ما وجدت الحشوه، راه كتجي العجينه رائعه بزاف، كتجي مطاطيه ما شاء الله، كتجي العجينه مرتاحه وكتعطينا الطوع، كتجي زوينه. صافي هنا غادي نقطعوها كويرات اللي هما متوسطين، على حساب نتوما شنو تتبغيو، المسمن ديالكم كبير ولا صغير. انا هنا درت المسمن شويه كبير. صافي غادي نقطعوا العجين ديال الكويرات على هذا الشكل وغادي نحطوهم في واحد الطبيصيل اللي ندهنهم بشويه ديال الزيت، وندهنوا حتى الكويرات العجين بشويه ديال الزيت، نغطيوهم بهكايا بلاستيكه ولا سلوفان ونخليوهم يرتاحوا واحد 3 دقائق 4 دقائق هكايا باش غادي نبداو نبسطوا فيهم. هنا من بعد ما ارتاحوا لي الكويرات ديال العجين تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، وغادي ندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت وغادي نبسطوا العجين ديالنا مزيان حتى كيبان لينا سطح العمل، باش هكا يجي المسمن ديالنا يجينا مورق. ضروري نسرحوه مزيان اولا نبسطوه مزيان. هنا غادي نرشوه بشويه ديال الفينو. انا ما غادي ندير لا زبده في المسمن لا حتى شي حاجه، غير فقط الزيت باش كنسرح العجينه. وصافي كنرشوها بشويه ديال الفينو وكندير الحشوه ديالنا، كنوزعوا الحشوه. ضروري كل العجينه نتقيسها الحشوه باش يجي المسمن ديالنا كامل فيه الحشوه. وهنا غادي نطوي المسمنه ديالي على الشكل اللي تندير المسمن، يعني الطريقه العاديه. غادي نطوي الجهه الثانيه وغادي نعاود نرش شويه ديال الفينو وصافي كنطويها على جوج. وكنطويو الجناب للوسط، كنرشوا شويه ديال الفينو عاد كنطويو الجناب بهذا الشكل. يعني الطريقه سهله وبسيطه والمسمن كيجي مورق وكيجي زوين. صافي غادي نحطوها في واحد الطبيصيل اللي تيكون مدهون بالزيت. وهنا راني سرحت مسمنه واحده اخرى ولا عجينه واحده اخرى، غادي نعاود نرشها بشويه ديال الفينو وغادي ندير الحشوه ديالي ونوزعوها مزيان على العجين. طريقه سهله ومسمن كيجي لذيذ، كيجي زوين بهاد الحشوه. صافي غادي نطويو المسمنه ديالنا كما شفتوا معايا، الطريقه العاديه اللي كنديروا المسمن. انا هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي كاع المسمنات ديالي وتنخليوهم يرتاحوا غير 2 دقائق ولا 3 ديال الدقائق
تيرتاحوا غير شويه، اولا يعني من بين ما كنساليو المسمنه الاخرى راه كتكون المسمنه الاولى ارتاحت وتتعطينا الطوع باش غادي نقرصوها ونديروها باش طيب. يعني غير تنساليو المسمنه الاخرى صافي تنبداو ناخذوا من المسمنات الاولين اللي حطيناهم. هنا صافي غادي نحطو المسمنه ديالي وغادي ندوزو للمقله ديالنا نديروها باش تسخن. وهنا غادي نبسط المسمنه الاولى اللي صاوبتها وغادي نديروها في المقله اللي كتكون سخونه. والمسمن غادي نطيبوه على النار المتوسطه، ما تكونش نار مجهده وما تكونش قليله النار بزاف، يعني النار متوسطه باش يجينا المسمن طيب من الداخل ومن برا تيجي زوين. هنا من بعد ما سخنا المقلاة غادي نديرو شويه ديال الزيت، عاد غادي نحطو المسمنه وكنعاودو نرشو فوق منها شويه ديال الزيت، ما كنكتروش الزيت، كنرشو غير شويه فقط. وصافي كنخليوها غير كتشد فراسها غير شويه وتنقلبوها، ما كنخليوهاش حتى كتحمر. فقط يعني كتنشف لينا العجينه شويه صافي كنقلبوها. بهذا الشكل صافي غنبقاو نقلبو المسمنه ديالنا كل شويه حتى كطيب لينا وكتورق المسمنه، كيتحلوا البريقات ديالها كتكون مورقه وكتكون زوينه. يعني ضروري نبقاو نقلبوها كل شويه حتى كطيب. وهذه هي المسمنه ديالنا من بعد ما طابت، يعني خليناها حتى تحمرات مزيان وطابت من الداخل. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نرش المقله شويه بشويه ديال الزيت، غادي نحط المسمنه اللي قرصتها، غادي نرش فوق منها شويه ديال الزيت وصافي كنبقاو نقلبوها كل شويه حتى كتحمر وكطيب لينا من الداخل. بالنسبه للنار كما قلت لكم ما تكونش النار مجهده باش المسمن ديالكم يطيب حتى من الداخل. وغنستمر بنفس الطريقه حتى كنطيب كاع المسمن ديالي. ها نتوما كتشوفوا معايا المسمن كيجي مورق تبارك الله، كيجي زوين بلا زبده، كيجي مورق. هنا من بعد ما ساليته كامل كيجي على هذا الشكل، كيجي مسمن محمر وزوين. فنتمنى تجربوه ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. المسمن كيجي مورق وكيجي زوين بلا زبده، وبهذا الحشوه راه كيجي رائع بزاف. فنتمنى تجربوه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وما تنساونيش تبارطاجيو لي الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم مع الناس اللي كتعرفوهم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي تخليوا له واحد الاشتراك وتخليوا لايك للفيديو اللي عجبكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ومع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.